وفي هنا نقطة مهمة جدا لازم نكون محددينها ومتكلمين فيها، ان حضرتك بمجرد ما يجيلك الاوفر ساعتها السالري مش نيجوشيبل. اوقات كتير جدا الناس بتيجي تسال تقول والله انا عايز انيجوشيت السالري بتاعي دلوقتي، بس انا مضيت الاوفر خلاص. طب انت حضرتك مضيت، انت مستني ايه اصلا بعد ما تكون مضيت؟ انت حضرتك بتعمل النيجوشيشن بتاع الاوفر بتاعك وقت ما انت قاعد من الاول، وهم بيسالوك الاكسبكتيشنز بتاعتك توردز الشغلانه ديت، او ان انت تيجي تشتغل معايا في الشركه كام. فمهم من قبل ما انت تروح تعمل الانترفيو بتاعك تكون محدد كويس جدا تقول لهم ايه في السؤال ده لما تتسأله. دي حاجة. الحاجة التانية تكون عارف بشكل كبير جدا الماركت بيدفع كام في الشغلانه دي. ويا سلام يا سلام لو انت عارف الشركه دي اصلا حاطه للشغلانه دي ازاي. لو الشغلانه ديت انت رايح ريبليسمنت لحد، لو عرفت تعرف هو كام بياخد كام، هتبقى حاجه كويسه جدا. وده ستادي انت تقدر سهل تعملها دلوقتي عن طريق انت تكونكت مع ناس من المجال بتاع العمل بتاعك ديت. حاجه. الحاجه التانيه تبقى عارف افريج المرتبات اللي في الشركه دي عامل ازاي من اي حد ممكن تلاقي في النتورك بتاعتك انت عارفه شغال في الشركه دي، تساله، او شغال في شركه مشابهه او كان شغال فيها زمان، فتقدر تساله تقول له هو الافريج سالاريز اللي بتدفع في الشركه دي ازاي، هيقول لك. فساعتها تبقى انت متخيل من الاول خالص انت ايه السالاري اللي هيتعرض عليك، ولما تيجي تطلب كام.